قسما بالله واخا تجيبوا اينشتاين لا تبدلات شي حاجه. ديروا في البال ديالكم واحد القضيه، اكبر خطر يهدد المغرب ماشي هو الامن الغذائي واش كاين ولا ما كاينش، هو هذا الشيء هذا، هو هذا النوع ديال الناس. راه كاينه الدوله العميقه وراه ما كاين لا احزاب لا توزع. الحكومه كلها بمن فيهم أخنوش. لا خونا ساكت الشعوش هو ضمن المظل امشي في الشمس ولا في الظل. اللي كانوا بالامس القريب كنسمعوا عليهم انهم كيشتموا المسؤولين، اللي كانوا بالامس القريب كيظنوا باللي يتحكموا في البلاد، يمكن لهم يديروا اللي بغاو يصيفطوا للحبس يصيفطوا للحبس. وكتشوفوا تصوروا لنا الناس اللي كانوا في الاغلبيه واللي قادوا الحكومه بانه مجددا هم المنقذ، هذوك اللي غرقونا هم المنقذ عاوتاني. دابا واش المغاربه مكلخين عباد الله؟ راه الاشكال اشكال قوانين ماشي اشكال اشخاص، راه الاشكال هو اشكال اننا ما قادرينش اننا نخرجوا قانون الاطراء الغير مشروع من نهار كاين المغرب، والو ما قدرناش اننا نخرجوه، يعني حالين واحد الباب للفساد. راه الاشكال هو انه 5 مليار ديال الدولار كاين الفساد سنويا في المغرب وهما عارفين هذا الشيء، ولكن لا حياه لمن تنادي. هاد الناس هادو خاصهم يعرفوا باللي المغاربه ما قابلينش هاد الشيء، هادو هما خاص المغاربه يعرفوا هادو هما اللي خرجوا الناس في 20 فبراير، هذه هي الحقيقه. ولهذا الحمد لله المغاربه ملي خرجوا ما طالبوش بالسقوط ديال الملكيه ديالهم بحال اللي وقع في الدول الاخرى، طالبوا بالاصلاح وطالبوا بالوقوف في وجه الفساد والاستبداد، وهذا الشيء بالضبط اللي كانوا كيقصدوا ملي كانوا كيتكلموا على الاستبداد. ولهذا اليوم ملي كتشوفوني كنأكد على هذا الشيء ما تعطيونيش دروس، خليوني نقول لكم راه هذا الشيء اهم من كل شيء الامور الاخرى، لانه الا ما كانش عندنا الحريه ديالنا، لا ما كانش ديمقراطيه حقيقيه، لا ما كانش كيوصل لهذا المقاعد الناس اللي كيستحقوا اللي كينوبوا على الشعب اللي تيبغيو الشعب، الا ما كانش هذا الشيء هذا راه ما كاين والو. وديك الساعه دير الميزانيه اللي درتيها السي راضي غادي يجي اللي ياكلها، والله ما تقدر تهضر. دابا ملي كيوقف واحد فينا ولا غير كيحرك راسو كتقدر توقف انت وتقول اللي بغيتي، ولكن معاهم ما كنتيش كتوقف، معاهم ما كنتيش كتكلم السي راضي، ما كتقدرش لا انت لا واحد العدد ديال الناس ولا ابطال اليوم. ولهذا خصك دير في البال ديالك انني انا كندافع عليك وعلى امثالك وعلى المغاربه كلهم اليوم ملي كنقول باللي الرجوع للتحكم انت الان نحن امام المصلحه ديال المجتمع اللي غادي تجي من خلال الناس اللي غيختارهم المجتمع واللي تيبغيهم. اما الاساليب ديال المكر والخداع والمؤامرات واستعمال بعض الصحف وبعض الاذاعات وتصوروا هاد الناس باللي من الممكن يعاودوا يرجعوا يتحكموا في السده ديال الحكم مره اخرى، هذا غير ممكن. المغاربه بغاو الملك ديالهم وبغاو الاستقرار وبغاو الاصلاح، 3 ديال الحوايج. القضيه ديال المقاربه بين مصر والمغرب من الناحيه السياسيه، والاخوان حنايا هادشي كله ناس درناه باش ما يوقع لناش داكشي اللي وقع مع الاسف الشديد في بعض الدول الاخرى. حنا كنتاسفوا لداكشي اللي وقع في مصر، ولكن داكشي اللي وقع في مصر شنو هو السبب ديالو؟ السبب ديالو ان شي ناس هذه عشرات السنين كانوا كيحلموا باللي من الممكن التحكم في الشعب، من الممكن انك تتحكم في الرزق ديالو، ومن الممكن انك تتحكم في الحريه ديالو، ومن الممكن انك تحرمه من الحقوق ديالو، واذا تجاوز ودير له ديمقراطيه سوريه ودير حزب حاكم مهيمن كي ياخذ النتائج باي وسيله كانت. هذا هو واللي ما عجباتوش الديمقراطيه السوريه والحريه السوريه ديال الصحافه كيمشي للقمع وما كاينش اللي تيقدر يهضر عليه. حنا هذه التجربه هذه كان هنالك من حاولها قبل سنوات قليله، كان هنالك من وصل بالمغرب الى حاله من التذمر. اليوم سمحوا لي يا الاخوان كتكلموا على هذه الحكومه بحال هي هذه الحكومه هذه الحمد لله ملي جات كان سلم اجتماعي حقيقي. هذه الحكومه ملي جات كتعيبوا عليها انني زدت درهم في المازوت و2 ديال الدراهم في ليسونس، ولكن الحمد لله الشعب المغربي تقبلها. كتخليوني نقول لكم هذا الشيء ونعاود نقول لكم هذه الحكومه ملي جات شعرت باللي كاين عندها حكومه وكاين عندها مسؤولين هازين المواطن في القلب ديالهم وبغاو يحدثوا اولا قبل كل شيء شويه ديال التوازن ويشوفوا الفقراء والمحتاجين. هذه الحكومه ملي جات لم يقع اعتقال اي صحافي. هذه الحكومه ملي جات كان انتخابات لم يطعن فيها من نهار اللي جينا، الان ما كاينش انتخاب جزئي اللي تطعن فيه. هذه الحكومه ملي جات كتبذل مجهود، ماشي معناه ان كل شيء غيكون على خاطره، سمحوا لي ما كاينش كل شيء على خاطره. والسبب ديال هذاك القهر والقمع ديال عشرات السنين هو اللي ادى الاوضاع الصعبه اللي التسيير ديالها اضطر السي مرسي اللي ما اضطره اليه، فهمتيني ولا؟ واللي نايضين دابا الناس كيديروا داك الشيء اللي جالسين كيديروا. فواش بغيتونا نرجعوا لهذا الشيء؟ لا، اسمح لي
كلشي المغاربه كيعرفوا، كلشي المغاربه كيعرفوا شكون الحزب اللي كان قصد، وتيعرفوا الناس اللي داروا هذا المنكب، وتيعرفوا باللي هاد الناس هادو ما غاديش المغاربه ما غيخليوهمش يرجعوا لهم، لانه الان الناس ما بقاوش كيخافوا وما تيقبلوش من هاد الناس، لن يقبلوا منهم صرفا ولا عدلا، وما عندهمش المصداقيه. وملي كينتقدوا هذه الحكومه تيقولوا هؤلاء مستمرون في طريقهم، لو كان فيهم الخير، لو كان ملي كانوا في المسؤوليه وفي النفوذ لو كان داروا هذا الشيء اللي كيقولوا، ما داروش. اليوم ما عندهم ما يقولوا هذه الحكومه. في عام واحد باغيين يسفوا الاحلام ديالها وديال الشعب ديالها. لا، الا غنجحوا خليونا ننجحوا على خاطرنا، ولا غنفشلوا خليونا نفشلوا على خاطرنا. اما تعتقدوا باللي يمكن بالمناورات والمؤامرات وبعض الصحف وبعض الاذاعات غتغلبونا؟ ما غتغلبوناش ان شاء الله. الفلاحة الأمن الفلاحي اللي فيه الفز تيقفز. الحكومة تساهم ملي تعلم تحترم الوزراء، تعلم تحترم الوزراء، تحترم الوزراء، تحترم الوزراء ديال البلاد باحترام لبلادك. غدا تقدر تكون وزير وغيديروا لك اكثر من هذا الشيء اللي كدير الوزراء. تعلم تحترم الوزراء، وداك الشيء اللي درتي مع وزير الميزانيه ماشي من حقك تعرفها، وراك ما كتخلعناش. هاي القضيه هذه. راه القزع في الحكومه والبام في الحكومه. شنو هو هذا الانجاز وهذه العبقريه وهذا الحدث الكبير وهذا الاصلاح الجنوني اللي داروه، الذي يقتضي اننا نجمعوهم في تكتل حزبي من اجل ان التجربه تمتن وانها تكبر وانها تزود ويتزاد الانسجام بيناتهم باش يعاودوا يعطونا بحال هذا النجاح. راه فشل ذريعه عباد الله. راه المغاربه ماشي سداج، راه ماشي مكلخين، راه عندنا مشاكل. وكتشوفوا تصوروا لنا الناس اللي كانوا في الاغلبيه واللي قادوا الحكومه بانه مجددا هم المنقذ. هذوك اللي غرقونا هم المنقذ عاوتاني. دابا واش المغاربه مكلخين عباد الله؟ راه الاشكال اشكال قوانين ماشي اشكال اشخاص. راه الاشكال هو اشكال اننا ما قادرينش اننا نخرجوا قانون الاطراء الغير مشروع. من نهار كاين المغرب والو ما قدرناش اننا نخرجوه، يعني حالين واحد الباب للفساد. راه الاشكال هو انه 5 مليار ديال الدولار كاين هكا الفساد سنويا في المغرب، وهما عارفين هذا الشيء، ولكن لا حياة لمن تنادي. راه ماشي الاشكال في حيد هذا جيب هذا، حيد هذا جيب والمغرب ما بغيتيش صافي تعيق، ما بغيتيش تعيق بانك جربتي اليساريين، جربتي المثقفين، جربتي الاسلاميين، جربتي التكنوقراط، جربتي الليبراليين، داكشي اللي عندك جربتيه. اذا فين كاين المشكل؟ المشكل كاين في انه ما عندناش ترسانه قانونيه، ما عندناش ضوابط، ما عندناش منظومه اللي هي اللي كتفراني شي حوايج اللي كينخرونا. وعباد الله واش كلشي كيتحدث من المسؤولين بانه 18 فراقشي ووزير تيخرج تيقول لك تنعرفوهم بالسميه وبالاستفاده ولكن ما عندنا ما نديرو، حيت ما كاينش قوانين اللي كتضبط هذا الشيء. يعني الملاير مفتوح ليها الباب باش انها تمشي الجيوب وحدين، عوض انها تمشي للصحه وتمشي للتعليم وتمشي لمشاريع مهيكله اللي غتنشط في الاقتصاد واللي غتفك العزله على الجنوب الشرقي وبعض المدن النائيه ودير ديناميه اقتصاديه. لا، كتمشي للجيوب ديال الفراقشيه ديال الناس. عباد الله هنا فين كاين الاشكال. ولكن راه ما عمرهم جيب اللي جبتي ما عمرهم غيديروا هادشي، ما عمرهم غيقادوا هاد القوانين، ما عمرهم غيديروا شي حويجات اللي من شأنها انها تحفظ الثروه ديالنا. ضروري خاصهم انهم يديروا تقابي وانهم يديروا شراجم باش يدوزوا لكلشي. للاسف الشديد هذا هو الواقع، هذا الشيء اللي كاين. للاسف الشديد هاد الناس كلهم غير تيلحسوا، فهمتي؟ غير الحيس غير
للاسف الشديد كل واحد تيشوف غير راسو وتيقول لك يا الفقر راه كاين، راه ضروري يكون، ما كيشوفش هو بان خصو مادام ان الفقر يكون خصو ينهب ويسرط ما امكن باش يبتعد على ضروره ان هناك فقراء وقد يكون منهم. كاين هاد المنطق، كاين هاد الوسخ، كاين هاد الناهبين، كاين هاد التماسيح، كاين هاد لا انسانيين وما عندهم حتى ذره ديال الضمير، كاينين في البلاد للاسف الشديد وموجودين. والحل باش نقضيو عليهم ماشي بجيب هذا الشخص وبدل هذا وجيب هذا وكذا، وما بقيناش حتى كنبدو في المعالق، صافي نفس التركه هي كاينه. وكأن المغرب لم يستطع أن يلد إلا واحد 10 الناس، 20 إنسان، 50 كاع 60، هما اللي كيضربوا في واحد الحلقة، هما اللي دائما راهم تما، هما اللي، وهنا اللي التساؤل إذا كانت المنظومة عندنا لم تستطيع أن تنتج إلا هذا الشيء، إيوا راه نيد مشكل، إيوا راه نيد ما عندنا تعليم، ما عندنا لا والو، ما عندنا لا كفاءات، ما عندنا لا زعتر. وإلا كان هذا الشيء راه هذا إشكال نيت كبير. كانوا كتقصيوهم، ايوا راه هذا عاوتاني يعني ما كايناش رغبه وما كايناش اراده لانه هذا الشيء يتبدل. اذا غير بركه وعيده من هاد البروتوكولات واللي حطوا تما الله يسخر، بركه من زعما راه ودم جاش من دم جديد، واش من نفس من جاش من الله يدير الخير، الله يدير الخير المغاربه، الله يدير الخير. المهم راه الامور لا زالت مفرمله وما زال كاع هاد الناس مازال كاع ما بغاوش يبداو في الاصلاح، مازال صافي مازال تينكروا بانه كاين مشاكل. بن كيران ما كاينش شي واحد، انا في رايي الشخصي شي امين عام كهضر الامم اللي قدم خدمه جليله للمؤسسه الملكيه قد بن كيران، هذا رايي الشخصي. وفي عز هينونه وفي عز صعود نجمه السياسي 2000 فوقاش بن كيران كان محيح 2011. ما عندنا ما نديرو، الملكيه هذاك قدر الله كيجيب لا جينيتيك، ما عندنا ما نديرو فيه، وبالقرار ديال جلاله الملك. ولكن الباقي ديال الشعب، ولا كان ديال الشعب خصو يبقى ديال الشعب. قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم، ديروا اللي بغيتيو، يكون معكم اللي بغيتيو، في الاخر ما غادي يكون الا ما اراد الله. شنو هاد الانتخابات هذه اللي حنا غاديين ليها، التي يقال انه قد حضر لرئيس حكومه جديد؟ راه المشكله هي الاصاله والمعاصره. الاصاله والمعاصره حزب فاسد، تكون زعما الامور زعما واضحه وضوح الشمس في الظهيره. كاين القضاء، هادشي اللي بقى، او ان نرفع الامر الى جلاله الملك. الحكومه ديال المغرب هاد ال5 سنوات توجب المتابعه القضائيه. هذا السيد هذا ملي ولا الكلام على شخص اخر دليل انه انتهى. هذا ما بقاش عنده، لم يعد له مبرر في السياسه، لا لكي يسير الحكومه ولا لكي يسير الاحرار ولا لكي يسير اي شيء. يمشي الى سمحت له الظروف يسير الثروه ديالو، فهمتيني ولا لا، ويدير بها اللي بغا. الا ما وقفوش القضاء وقال له من اين لك هذا، لان هادو فلوس ديال المغاربه هادو. لكن الاحرار ما كيفاش غيدير يقضي علينا؟ منين غيجيب هذا القضاء المبرم؟ شكون هو بعدا؟ شكون هو هذا الرئيس ديالو؟ من هو هذا؟ انسان سياسيا كان غير كيلعبوا به من حزب لحزب ومن كذا الى اخره، وكان في الاخر ما دخل حزب لا 77,000. والحقيقه هو انه اللي كان مرشح لذاك الشيء هو حزب اخر، هو حزب الاصاله والمعاصره. ولكن حزب الاصاله والمعاصره عصفت به رياح الله، عاوتاني نضنا وكان تعافروا، فهمتيني ولا لا؟ مع من؟ مع هذا اللي كان غير فتوش اخنوش، كان غير كيجمع الفلوس للاصاله والمعاصره. هذا الشيء هذا هو جهده، فهمتي؟ قبل ان يصبح زعيما حصلناه وبقات غاديه القضيه، ولكن حنا ما طلقناش منه وما غنطلقوش منه. عدم التصويت مسانده للمفسدين ومسانده للمتحكمين. المشكله ديال المغرب هي التحكم الاخوان، التحكم والريع، هادو جوج ديال المصائب. كي بغض النظر على محاوله يعني اللحاق بركب المنحرفين في الكرة الأرضية من البشر الذين أرادوا القضاء على الأسرة والقضاء على النسل والقضاء على وهم غادين. ولكن نحن نؤمن بالمقاومة
وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، وعندنا قناعة أن المقاومين الحقيقيين سينتصرون في النهاية. هادشي كله انا كنقول لك، يا ملي دابا كتمحص في هادشي ويمكن نكون غلط، راهم كيوجدوه فوقاش غادي يذبحوه، أخنوش أكل الدارو عليه وشرب. أنا في نظري أخنوش أكل، لأنه لو كان ما كانش أخنوش أكل الدارو عليه وشرب لو كان ناضوا دافعوا عليه، لأنه هو مول المحوقات، هو المستهدف في هادشي، واش فهمتي؟ لو كان باقي عنده المنظور صحيح، لو كان دافعوا عليه يعني تفلاو عليه. لا صافي ماشي تفلاو عليه. شوف المخزن ما كيعرف غير الكنينكس، ما المخزن ما عندوش الرحيم، واش فهمتي؟ ما عندوش القلب. المخزن كيجي يستعملك، منين كيوصل منك كيلوعك. يعني هو استعملوه لواحد صافي. المهمة صافي قضاء. بلوكا بيه بالكيران، طحنوا بيه بالكيران، جابوا عثماني في الطاب والله ولا شو ماشي في المستوى اللي بغيتي، واش فهمتي؟ دابا دار شغلو، دابا تخصو يمشي وناض عليه الصداع، والمخزن عندو مبدأ كيدافع عليك، ما حدك ما كتحطيش في المشاكل، منين كتولي حاط في المشاكل كيتفك منك، صافي كيرجع اللور يخليك صافي. اخنوش صافي دا عليه الصداع، وهما دابا كلشي كيقول هو مول الفلوس، طلقوا عليه سميتو لا بالقرنة، هو قالت لك كيعنشوا فيه. دونك هو حتى هو انت شوف هو غادي هو كيتراجع، ما بقاش في الواجهه. دونك انا كنظن بانه حتى هو عرف بانه ما بقى انه صديق الملك. شوف ما كاينش الملك ما عندوش، شوف الملك ما عنده لا خوه ولا صديق ولا هذا، الملك عنده كيفاش يمكن ليه يبقى في الملك، مصالحه هي الاولى، الاخرين كلهم في خدمته. ما عمر الملك كان في خدمة الآخر، الآخر في خدمته، واش فهمتي؟ غير ما عندنا في هذا النظام السياسي، وغاك الناس ديمقراطية، نظام برلماني حقيقي إلى آخره، ملكية برلمانية إلى آخره، غادي نكون في واحد المفهوم آخر. أنا لا، أنا كنقول ديما الشاويش هو ضمن المظل، امشي في الشمس ولا في الظل. راح الحكم صبغته. المعارضه لا بد دير شغلها، لا بد تنتقد الحكومه، ماشي عيب وتنبه على الاخطاء ديالها والعيوب ديالها ولا غلطات ولا ماشي مشكل. الحكومه راه حتى هي عندها المسؤوليات، خصها تسمع. المشكل هو ملي كتحول الكلام المنطق اللي غير مقبول وغير معقول. ساعتها الموضوع سيد رئيس الحكومه، الموضوع لا, لا السيد رئيس، موضوع الناس اليوم تكلموا على الاسباب السياسيه، ما تكلمش معهم على الموضوع، الله يخليك. كتكلم مع رئيس حكومه وكيعرف اش كيقول، وعنده وقت ديالو، تحكم في الوقت. الا كان عندك في الدستور كتعلمني الموضوع قولها لي السيد الرئيس. انا مرتبط بالقانون الداخلي. الله يجزيك بخير، ما عندكش الحق باش تتكلم معايا. عندك لا اسمح لي رئيس الحكومه، عندي الحق فقط. انا اللي كنسال. لا اسمح لي اسي بالكيران، انا الذي اسير الجلسه ومن حقي، وعندي الفصل في القانون الداخلي وفي الدستور. العفو. هذا كلام لا يليق بك يا رئيس الحكومه. هذا الكلام لا يليق برئيس الحكومه. العفو. السيد الرئيس راك عزيز علينا. يا سيدي انت في محلك. احترموك. الله يخليك، احترم نفسك. كذاك. الاستاذ تفضل تابع. ولهذا التشويش لا اسير عطاش ما تقدر. ايوا لولا الهدوء لا تنضافوا للجهات التي تشوش على هذه الحكومة فقد كثرت. آسي المستشار المحترم. نعم. آسي المستشار المحترم. ارجع سيدي. الهدوء من فضلكم. تفضلوا يا استاذ الكرام. سيد الرئيس. هكاك. تفضلوا. حتى انا نعرف راسي واش عندي الحرية ديال الكلام ولا ما عنديش. إلا ما عنديش بلاش. هذه. صافي. تفضل. نعم.
ماشي شغالك انت. سيدي انت ماشي تفضل. شغالك تكلمتي على شنو ما بغيتي. الله يخليكم الله يخليكم هادشي اللي كاين. الله هادشي اللي يخليكم. كاين. سي اللبار سي اللبار. لا اللبار فضل. غنتكلم، ولكن الا قاطعني شي واحد سيد راه باينهم الحكومة غير سيد راسو. الرئيس سيد الرئيس لا هادشي اللي كاين. سيد الرئيس كل تفضل. الامور واضحه. سيد الرئيس انا ماشي حيط قصير. سيد الرئيس. الرئيس لست حائطا قصيرا. يا سيدي تفضل وانت تفضل. رجل نحترمك ونقدرك. يا سيدي تفضل. يجب ان تقدرنا. أستاذ ماشي تفضل. شغالك السيد الرئيس. تفضل تفضل. ماشي شغالك. انا عندي الحق نتكلم، ولا خرجت على الدستور نبهني اللي الرابط بيني وبين سيد الدستور. الرئيس سيد الرئيس هكذاك والو. انا ما محتاج كاع نتكلم، ما محتاجش نتكلم، ما نحتاجش نتكلم. الا كان من الله الضروري نسكت يخليكم يبقى الله لي يخليكم نسكت. الله هذه يخليكم الحكومه كيساندها الشعبيه تكلمات وكيساندها الشعبيه سكتت. الله يخليكم الله يخليكم. نعم، وقد واجهت بعضكم بالصمت وغلب الصمت الكلام الفاحش. سيد الرئيس. وغلب الصمت الكلام الفاسد، وغلب الصمت غلب سيد الرئيس. غلب الشتم وغلب السب وغلب كل الكلمات السيئه. سيد الرئيس تفضل تفضل. باش تكون على راحتك السيد الرئيس. تفضل تفضل. ولا تنضاف للجهات المشوشه، فلا يليق بك وقد كثرت. لا وقد كثرت. سيد الرئيس وقد كثرت. سيد الرئيس تنعرف راسي. الا سيد انا الرئيس. رئيس حكومه وعندي الحق نتكلم نجي لهذه الغرفه، سيد ولا ما الرئيس. عنديش الحق نتكلم قولها لي. يا سيد الرئيس تفضل عبد الله يهديك. هذا هو، حتى تكون الامور واضحه. باش لا والو. تابع لا يشوشوا علي. تابع سيد وانا ما الرئيس. محتاج نتكلم. سيد الرئيس. الشعب يعرفني ويعرف خصومي. يا سيد الرئيس. الشعب يعرفني ويعرف من يواجهني. الشعب يعرفني ولا يحتاج ان اتكلم، يعرفني وكلامي قد سمعه من قبل وقد آمن به وقد صوت بسببه، واعطى المرتبه الاولى للحزب ديالي، لا. واعطاني جلاله الملك رئاسه الحكومه وقوه الحكومه. ما نحتاجش نتكلم. هذا هو. تفضل. ولا ما بغيتيوش هادشي وبغيتيو الانتخابات السابقه الاوليات، تفضلوا حنا موجودين. تفضل. يا الله من غدا الله يخليكم الله يخليكم. واش تيسحب لكم هذه؟ الله يخليكم الله المغرب يخليكم. هذا. هدوء انت الكلام. هدوء تاوز. تخلعوني انا، ما تخلعونيش. هكذاك. سيدي خليك. رد لي السيد الرئيس التوقيت ديالي، الله يجزيك بخير. كيفاش؟ رد لي التوقيت ديالي ملي قاطعتيني. سيد الرئيس ملي قاطعتيني. انا ارجوك الهدوء. والله ما نتكلم. ولا تكلمتي لا ما رديتيش لي التوقيت ديالي الوقت اللي قاطعتيني. فعلا الله يخليكم الله يخليكم. ما محتاج تتكلم. سنعود الله يخليكم الله ما يخليكم. محتاج. الله يخليكم. التوقيت ديالي 21 دقيقة. دعونا نعود أنا الى حسب. بداية. سيد الرئيس 21 دقيقة. سيد الرئيس خلينا نتكلم سيد الرئيس. لا ترد لي التوقيت ديالي سيد الرئيس. دقيقة خليني ليسي ما بلاص يا امو. لا اسمح لي. لا سيد الرئيس اسمح لي. سيد الرئيس إلا الله كان يخليكم عندك الحق تقاطع رئيس الحكومة سنعود الى الله يخليكم سنعود الى بداية الشوط الاخير بتوقيته المنتظر، وارجوكم شيء من الهدوء حتى نتمم هذه الجلسة الرائعة في جو يسود الاحترام المتبادل وروح المسؤولية، وأن نعطي مثل كذلك لمن ينظر إلينا عبر الشاشة في هذا الوقت الصعب جدا. وبالتالي أرجوكم سيد الرئيس عودوا إلى وعيكم ولكم الكلمة. لا ملي ترد لي التوقيت ديالي. لا اتفقنا غادي نرجعوا ما كاين مشكل سيد الرئيس. تا الكلام. تفضل يا رئيس الحكومة دير اللي بغيتي سيدي. راه والله العظيم. تفضل والله العظيم السيد الرئيس مع كامل الاحترام الا تنجي كل مره بنيه حسنه وتنبغي نسمع وتنسعد بحال اليوم. تفضل ملي كنلقى اللي يتكلم معايا ويشرح لي ويوضح لي اسمح لي السيد الرئيس هادشي داخل في الموضوع، وطلبت من السي بن شماس ملي كان خارج باش يعطيني الوثائق اللي قال مكتوبه باش نتابع باش نشوف نتحقق نتاكد نستافد. علاش لا؟ ماشي عيب. هذا هو السبب. ملي حمدنا الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء قدر الله وما قدر شي، بس ما كان الله يلعن الشيطان. هذا رمضان راه ما كاينش. هكذا. الاولى فيما يخص الدستور، انا راني كنتالم لانه ما يمكنش الناس في الغرفه ديال المستشارين يبداو يقولوا امور غير دقيقه فيما يخص الدستور. فيما يخص الدستور، الجلسه يعرض رئيس الحكومه امام البرلمان الحصيله المرحليه، وهذه تكون كل 2.5 سنين بمبادرة منها أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين. أما الجلسة السنوية من أجل السياسات العمومية فهي بمبادرة من البرلمان، فإذا دعا البرلمان إلى ذلك فأنا موجود، ما كان حتى شي مشكل. المسألة الثانية فيما يخص الإشكاليات ديال الاستثمار، حنا ملي كنتكلموا خصنا نكونوا معقولين وموضوعيين. الحكومة جات هذه 1.5 سنة،
ما جيتش باش نعتذر لكم بالتوقيت، ولكن كنعرف باللي كلكم كتعرفوا باللي الحكومه ما كتشتغلش بوحدها. الحكومه تتشتغل في واحد الاطار سياسي مفهوم ومعروف. وتكلمتيو على لوبيات وتكلمتيو على منسوب الجرأة، ولكن ملي كطرحوا الاسئله بحال هكذا لابد يكون الجواب. لان انا ملي جيت معشر الاخوه الكرام جئت بعد حراك عربي عصف بدول، وجئت في اطار تصالح وتوافق قاده جلاله الملك، وجئت في اطار فكره ديال الاصلاح في اطار الاستقرار. الاصلاح في اطار الاستقرار معادله كل نهار كيتطرح السؤال: نستمروا في الاصلاح في اطار الاستقرار ولا نمشيو عند الشعب ونقولوا لهم يا ودي هذا الذي وصلنا اليه ما رايكم؟ ملي كنفكروا كنلقاو باللي بلادنا محتاجه للصبر، وكنعرفوا باللي الاصلاح كيتقدم خطوه خطوه بشويه، ماشي بالسرعه اللي كنا كنتمناو ولا اللي كنتيو كتمناو نتوما ولا اللي درتيوها ملي كنتيو في حكومه التناوب. حتى نتوما الزعماء ديالكم قدروا، حتى نتوما الزعماء ديالكم كانوا امام اشكاليات، حتى نتوما الزعماء ديالكم قالوا كلام يدمي القلب، ولكن الله حفظ البلاد. البلاد استمرات، البلاد تحسنات، واخا ما تحسناتش بالشكل اللي بغينا، تحسنات الحمد لله. وهذه هي المعادله التي نجيب عليها كل يوم، ليست معادله للالتصاق بالكرسي كما يقول بعض التافهين الذين لا يفقهون شيئا. الكرسي في بعض الأحيان يصبح الاستمرار فيه صعوبة، ولولا الحياء لقلت كلمة أكبر، ولكن المسؤولية وطن ليست بالسهولة التي نتصور. وانظروا في جوارنا ماذا يقع حين يتلاعب المتلاعبون بعد سنة من الحكم أو أقل منها أو يزيد أو ينقص بمصائر الأوطان. انظروا ماذا يقع، انظروا ماذا يقع. فلهذا فنحن قدرنا أن نستمر في تحمل المسؤولية في هذه الدولة تحت قيادة جلالة الملك ومحاولة الإصلاح في إطار هذه الظروف الصعبة. وبالمناسبة كل شيء كنت أظن أنه سوف أواجه فيه إلا إصلاح المقاصة. إصلاح المقاصة، وهذا الإصلاح وجه بمواجهات شديدة ولم نصل فيه إلى مراحل يعني محدودة إلا بصعوبة، وهو ضروري. كيتكلموا الإخوان اليوم على الإشكاليات ديال العجز ديال الميزان التجاري وديال هذا الشيء، راه فيه إشكاليات مرتبطة بالصندوق ديال المقاصة وبالاستهلاك ديالنا من الطاقة. 21 مليار ديال الدرهم غير ديال المازوت الإخوان، في المجموع 57 مليار ديال الدرهم. هذا كان مشروع ملي كان خصو ملي جا الكلام عليه كان خاص الناس يلتفوا حوله ونديروا حوله يد واحده، لانه الا نجحنا فيه غتنجح فيه البلاد وغنخرجوا فيه من واحد الاشكال الاساسي. ما يمكنش نهبطوا اليوم المساومه والمزايده في المستويات الشعبيه وندعيو بين عشيه وضحاها ويا العجب اننا اصبحنا ندافع عن الفئات الفقيره والمستضعفه. بين عشيه الفئات الفقيره والمستضعفه تعرف من يدافع عنها. ليست القضيه بالكلام، ليست القضيه بالبرامج التلفزيونيه، ليست القضيه بافساح المجال لبعض الاشخاص، القضيه اكبر من ذلك. والشعب مستعد، الشعب مستعد وكان مستعد وكان اعتقد باقي مستعد وباقي كيعرف الكلام اللي قال الاخ. فين كاين الناس اللي كيتكلموا معاه بصدق، فين كاين الناس اللي كيتكلموا معاه بشفافيه، فين كاين الناس اللي كيتكلموا معاه بالواضح وبالحقيقه. واليوم اللي تيقول السي بن شماس انه النموذج التنموي ديالنا وصل للنهايه ديالو، انا قلت له عندك الحق، ولكن واش هذا النموذج التنموي انا اللي عملته اللي تبنى على تشجيع الاستهلاك الداخلي والطلب الداخلي، ولكن هذا الشيء اللي مشى في نفس الوقت مع الثمن ديال المحروقات اللي كيرتفع بطبيعه الحال وصلنا الازمه. وهذا الشيء كيطلب اجراءات قاسيه، والاجراءات القاسيه من اللي غادي تكون ضروري. والمواطنين اللي كيفهموا باللي تنقولها لهم هي باش ما نوصلش البلاد للهاويه لا قدر الله، ما نوصلش البلاد للازمه اقتصاديه اللي تردنا بحال الوضعيه ديال اليونان ولا ديال بعض الدول المجاوره لنا. هذا الشيء هذا كيطلب المسانده السياسيه، ماشي الطعن في الظهر، ماشي الطعن في الظهر. وانا يسمحوا لي الاخوان الاستقلاليين اللي جاوا تكلموا اليوم، يسمحوا لي لانه هو ما بالعهد من قدام، وبين عشية وضحاها سننقلبون على سياستكم وانتم شركاء اساسيون فيها، ووزير اقتصادكم وماليتكم هو الذي وضع هذه السياسات، ونحن نعتز بذلك
ونفخر بذلك، فهمتيني ولا لا؟ الله يخليك. لا، لا، ونفخر لا، لا. بذلك. بين عشيش وضحاها أصبحتم تتنكرون لكل ما سبق، ولا يزال وزيركم وزيرا معنا، ونال في هذه السنة فقط نال يعني تكريم من افريقيا، لما ردته احسن وزير ديال افريقيا ديال الاقتصاد والماليه، وتكريم من المينا من المنطقه ديال شمال افريقيا وديال الشرق الاوسط. وانتم دابا كتنتقدوا شنو؟ تنتقدون من وماذا؟ وزيركم في سياسه ناجحه. لان علاش؟ اللي خصو يتقالوا الحقيقه. انا ما كنعشمش باش نقول هذا الشيء، واخا ماشي من الحزب ديالي، انا كنعتز به. علاش؟ لانه ماشي الا ما قدرش يدير داك الشيء اللي كتصوروا، استطاع يحافظ للمغرب على الوضعيه ديالو الاقتصاديه، وبقى الحمد لله الوضع مستقر، وتوقفات الحركات الاحتجاجيه التي كانت تملا الشارع وتهدد الوطن، ولم تقع الازمه الاقتصاديه التي وقعت في الدول الاخرى، واستمر النمو ولو بمقدار. كيف تريدونني ان اوافقكم على ما تذهبون اليه؟ خذوا شويه الوقت، خذوا شويه الوقت وخرجوا للمعارضه وفكروا شويه ولقاو شي حاجه جديده. شكون اللي حبسكم؟ ما حبسكم حد. ولكن بين عشيه وضحاها باقي كاع ما صفينا المشكل ديال الحكومه، باقي الوزراء معايا، باقي ما رفعتش كاع الاستقالات ديالهم لجلاله الملك، ومازال كنفكر، ومن حقي باش نفكر. الدستور كيعطيني هذا الحق. لي رئيس الحكومه ليس مضطرا، لي رئيس الحكومه، اسيدي لي رئيس الحكومه، لي رئيس الحكومه. الاستاذ الله يخليك، الله يخليك، خلوا رئيس حكومتك. سيدي الله يخليك، تفضلوا اسيدي. الغيرة تحسمها الانتخابات، والانتخابات الماضية نتائجها معروفة، والانتخابات المقبلة في علم الغيب يعلمها الله، والذي يعني يعتقد أنه عنده شيء مضمون فهو مغرور. غره الغارون الذين غروا الذين سبقوه، والذين وصلوا إلى الهزائم وإلى الانكماش، الذين قيل لهم في يوم من الأيام سيكون عندهم ما يكون عندهم، فحصدوا الخيبات وفاجأتهم تيار المجتمع وحركة 20 فبراير وطلبت رؤوسهم. هذه هي الحقيقة التي تبحثون عنها بالمكر والخداع، والتي تبحثون عنها باللف والدوران، والتي تبحثون عنها بمحاولة تغرير الناس والبسطاء. البسطاء يعرفون إخوانهم الحقيقيون، يعرفونهم، وإنكم لا تخيفونني مثل من سبقكم. الله يبارك فيك. مثل من سبقكم. ملي كنتو كتكلموا حتى واحد نهضر معاكم وجايين كتقولوا لي مالك مع لا سي جي ام، أهل الميت صبروا والعزاين كفروا. ما لنا ولهذا عن اي سي جي ام تتكلمون؟ ملي جيت رئيس ديال الحكومه ربطت احسن العلاقات مع السي جي ام، وعقدت معهم اكثر من لقاءين او ثلاثه يعني عامه، وخرجوا طايرين بالفرحه، وعرفوا بلي هذه الحكومه غتخدم معهم وخدمات معاهم وبالشهاده ديالهم. هذه الحكومه شوف السيد الرئيس، شوف السيد الرئيس، الله يخليك، وخدمات معاهم وباقيه خدامه معاهم. وجيتيو كتقولوا الاتراك وسولتم ما عارفينش لهذه الدرجه خفيه عليكم الحقيقه. انا الزياره ديال السيد اردوغان بالنسبه لي هي زياره رئيس حكومه، ما كان معاه لا وفد ولا جوج. لان علاش؟ هذاك نشاط كان مرتب بين جمعيه وطنيه في المغرب وبين جمعيه وطنيه في تركيا. في تركيا ما عندهمش مؤسسه واحده، عندهم 3 مؤسسات كبرى ومؤسسات كثيره صغيره، وهذه جاو عند اصحابهم. وانا ملي جا عندي ذاك السيد كيقول لي راه غيجي، وقلت ليه ما نحضر معاك حتى يحضروا الناس ديال السي جي ام، واستدعيت الناس ديال السي جي ام وطلبت منهم يحضروا. قال لك اسيدي حنا بعضهم ما عرضوش علينا في الوقت ما نحضروش معاهم. جيت رسميا في وزاره الخارجيه قلت حنا الشريك ديالنا الاساسي هو لا سي جي ام، وانا كنتفهم الموقف ديالهم. وفي الليل حضروا العشاء اللي كنت كنفضل يكون حضروا صحيح، ولكن ما حضروش في الليل. حضروا العشاء اللي دعا له جلاله الملك، اللي جلاله الملك كرم به الضيف ديالو، فهمتيني ولا لا؟ وانا ولا سي جي ام وقع بيني وبين حتى شي مشكل، والعلاقات الحمد لله بيناتنا مزيانه. كتقولها مدام مريم بن صالح وكتقولها انا اش بغيتيو، نوضوا الكيره حتى هي بيننا وبينها. ما قدكمش هاد الكيرات اللي نايضين من كل بلاصه. بطبيعه الحال كتقولوا لي نوضتي العداوات، طبعا لان انا ما كنعرفش نسكت على المنكر، ما كنقولش كل شيء صحيح، ولكن كنقول شي حويجات. واش نتوما كتقولوا الفساد وبغيتيو يبقى كل شيء فرحان وخا جا عبد الاله بن كيران؟ ما يمكنش،
لا بد شي وحدين كيشعروا باللي المصالح ديالهم السابقه تتضرر، وبما انهم يشعرون بانها تتضرر فانهم يحاولون ان يدافعوا عن انفسهم ويحاولون ان يدافعوا عن مصالحهم، وبطبيعه الحال لا يقول الامور بصراحه ووضوح، يقول الامور بطرق مختلفه وملتبسه وملتويه. هذه هي السياسه ديال المغرب. انا ما كنعرفش هذا الشيء، انا ما كنعرفش، انا كنجيكم بقود ولا كنسكت، بغيتوني نسكت نسكت ماشي مشكل، الا بغيتوني نسكت انا مستعد، فهمتي ولا لا؟ وما غاديش نرد على كل شيء، وما غاديش نرد على من ولا. سمحوا لي، لا بد الرد يكون منطق، ولا بد الرد يكون منطق، ولا بد الرد يكون على اللي كيستحق ماشي على اللي ما كيستحقش. سمحوا لي ما غنردش على من ولا، وغنعرف على من نرد، وغنعرف كيفاش نرد، وغنعرف فوقاش نرد باذن الله. ولا بغى الله سبحانه وتعالى عندكم تعتقدوا باللي انا هاد رئاسه الحكومه راه هي الجنه بالنسبه الي، لا، الجنه عند الله. ما انا الان كنقوم بواحد الدور قاسي وفيه صعوبات واكراهات من ادنى ومن اعلى ومن اليمين ومن اللوبيات ومن 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 ومن. كيفاش غنجي نبدا نرد على السي الرضي ونقول له شنو هو المشكل ديال السيلولوز وشنو هو؟ هذه مشاكل معروفه، واليوم البنك المعني بالموضوع كيحاول يلقى حل المشكل. ما كاينش شي حكومه خصكم تعرفوها. انا نقول لكم، انا بلغني ان واحد مستثمر كبير في المغرب، وخاص سمحوا لي الاخوان النقابيين، واش انا قلت كافه النقابات؟ الا تعترفون ان هنالك نقابات افسدت كم من مشاريع؟ قولوا الحقيقه. الا تعترفون ان هنالك زعماء ما نسجوا مجدهم بتحطيم المؤسسات الوطنيه، بتحطيم الشركات، بتحطيم، وفي الليل كان بعضهم يذهب ويتفاوض ويبتز رؤساء الاموال وياخذ منهم. هذه هي الحقيقه المؤلمه. لا ما كاينش تعميم، بالعكس كاين، لا ما كاينش تعميم، كاين نقابات مواطنه، وكاين زعماء نقابيين صالحين، هادشي معروف. ونقول لك واحد القضيه السيد عيدي علي علمك، كلامي معاهم مستمر وتقديري لهم كبير، وهما كذلك تقديرهم لي كبير باش تكون الامور زعما واضحه. التعميم ما كاينش، ولا خرج شي تعميم خطا. شوف الله يخليكم، شوف الله يخليكم الاخوان، خليونا نتكلموا مزيان. الاستثمار في المغرب في الوقت الذي تبقى عانى مما عانى منه كافه الاشكاليات في المغرب. التحكم في السياسه، التحكم في الثقافه، التحكم في الاقتصاد. شحال هادي كان كيتقال لشي وحدين نتوما ربحوا الفلوس وسكتوا، هادشي اللي كان كيتقال. اليوم بغيت نقول لهاد الناس اللي كانوا كيقولوا هاد الهضره لم يعد ممكنا. هذا اللي باغي نشرحوا للناس، ماشي كنقولوا داكشي اللي فات غادي نديروا عليه ولا ما نعرف شنو. اللي عطا الله عطاه. حنا ولاد اليوم، حنا ولاد المستقبل. ما يمكنش المغرب يتمشى ما عدا الا ما كان القانون واحد بالنسبه للجميع، الا ما كانت الفرص واحده بالنسبه للجميع، الا ما كان رجل السلطه كيفهم واحد المساله، داكشي اللي كياخذ في الاجره ديالو الله يجعل البركه. ما يمكنش عاوتاني يمشي عند رجل الاعمال وينافسو ويبغي يعيش بحاله. ما يمكنش رجل الاعمال كيعيش مزيان لان كيخدم بزاف، وبعض المرات كيغامر، وبعض المرات كيمشي للسجن، وبعض المرات كيفتقر بين عشيه وضحاها. ما يمكنناش حنا نبقاو نتنافسوا معاه. رجل السلطه كياخذ الله يجعل الموظف في الاداره ما يمكنلوش يتبع رجل الاعمال ويبدا يحسب ليه شحال تيربح ويقول له يتقاسم هو وياه. هذا التحكم هو اللي خصو يتوقف. انا نقول لكم شتي كلشي المشاكل اللي كتقولوها، المشاكل ديال كثره الاوراق، والمشاكل ديال الصعوبات الاداريه، والمشاكل ديال العقر، والله حتى المغاربه قادين يتجاوزوها. اللي ما قدوش يتجاوزوه ما عرفونيش هو التحكم، وكيفاش واحد كتطلع ليه ورديه والاخر مسكين كيمشي للالوان الزرقاء والسوداء والقاتمه اللون. هذا اللي ما فهموش المغاربه وما عرفوش، وبداو تيحاولوا كل واحد كيحاول يتسلل الى هذا او يصل الى هذا. اليوم رجال الاعمال كيعرفوا بلي هذه الحكومه جاءت تحاول ان تقيم بينهم منطقا متساويا في العدل، منطقا متساويا في الانصاف، منطقا متساويا في النزاهه والشفافيه. اليوم كاين الشركات كيقولوا ما بقاتش كتجينا السفريات ديال الاسر ديال الوزراء نخلصوها من الثمن ديال الوزارات، ما بقاتش كتجينا واحد العدد ديال الاشياء اللي كانت. اللي كاين هو شنو؟ بطبيعه الحال هذه الحكومه ما فيهاش لي سوبرمان، فيها ناس جاو يمكن المستويات ديالهم يعني نسبيا في حدود، ماشي مشكل، ماشي حنا عباقره قلتها ولا حتى انبياء. حنا يا ناس كنحاولوا ومجتهدين، نيتنا حسنه، الشعب بغانا وباقي باغينا. قراو الصحافه،
قراو داك الشيء الاحصائيات اش كتقول، وحنايا كنقولوا الحمد لله اللي بلادنا بحال هكذا، الحمد لله على الاستقرار ديال بلادنا، الحمد لله على الملك ديالنا، بغينا نمشيو مجموعين. طبعا ما غيخليوكش، انا ما كنترجاهمش هذوك اللي قال لك الاخ باللي عيا منهم الشعب المغربي تماسيح والعفاريت، ما عياش منهم، غير صحيح. هذاك الكلمات شد فيها لانها كتمثل بالنسبه اليه اشخاص موجودين في راسه، وعارف باللي لا هو لا انا ما قدرت تقول شكون هم، عارف ماشي مشكل، هو فاهم، ولكن اللي خصو يتفهم هو ان هؤلاء الناس تدريجيا يفقدون من مصداقيتهم في المجتمع، يعرفون. الشعب اليوم يعرف بان هذه الحكومه نيتها حسنه وتريد ان تصلح، المستثمرون يعرفون ان هذه الحكومه نيتها حسنه وتريد ان تصلح كافه المواطنين، العالم الخارجي يعرف ان هذه الحكومه جاده وانها جاءت لاصلاح مشاكل المغرب، لم تاتي لكي تتدخل في حياه الشخصيه للناس، ولم تاتي لكي هنالك من يتهمنا يا للعار باننا نعطي المسؤوليات بالحزبيه، ونحن عندنا 11 وزيرا وعينا 200 واحد لا أعرف والله يشهد منهم داخل هذا الحزب إلا 3، أكثر من 197 واحد ولا 200 واحد لا أعرف لهم علاقة بالحزب ولا أعرفهم إطلاقا، وجاء بهم الوزراء والمقترحون، وحتى هما البعض منهم نقدر نقول لكم بأنهم ما تعرفوش بالضبط شكون هما اللي بلغهم عليهم، اختار ناس مزيانين واختارتهم لجان. بطبيعة الحال يمكن نغلطوا، بطبيعة الحال والنهار اللي غنغلطوا اللي عينا نعاود نحيدوه ماشي مشكل، ولكن حتى إلى درجة أن تخلق عنصرية ويصبح الوزير يتخوف إذا وجد شخصا عنده كفاءة وهو من هذا الحزب، يصبح يشعر بأن هنالك عنصرية ضد هذا الشخص، كأننا في زمن الأبارتايد في الوقت اللي الحكومة كيترأس هذا الحزب، غير معقول. أنا باغي نقول اليوم للإخوان المغاربة الله يهديكم، ارجعوا للصواب، بلادكم الحمد لله اليوم مفخرة، كيزورها رؤساء الدول ويثنون عليها، خليوها تزيد للقدام، ماشي ما تمارسوش الانتقاد، ماشي ما تمارسوش المعارضة، مارسوا معارضة بناءة وانتقاد بناء. أما إلا مشيتوا في الاتجاه الآخر راكم تتقلبوا على أشياء سلبية ما بغيناهاش لبلادنا، وحنا إلى آخر الرمق سوف نتمسك بكل ما فيه استقرار بلادنا، بكل ما فيه مصلحة بلادنا، بكل ما فيه خير بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. 2011 الشارع المغربي كيغلي وبالكيران غا كيهضر التلفازه كلشي كيتفرج، الهينون، ومشى للجزيره. الصوره اللي قدم على جلاله الملك والجزيره ما كاينش واحد يقدر يقدم ديك الصوره، قدم لك داك الملك الذي يحترم الدستور والذي لا يتدخل. بالكيران تيقول احمد منصور تيقول له انا واحد النهار واحد السميه في التعيين شي واحد سميتو ماشي مزيانه، وعلم جلاله الملك وشي تدخل في الدستور، قال له يا بالكيران اذا تدخل عندك شي واحد من الموحد ما تسمعلوش، طبق الدستور. تصور هذه الجمله هذه سوف لها الملايين الناس من كيران وفي عزق تما في كيبان لك الانسان اخلاصه للملك وولاء للملك. لو كان الملك عيرض على شي واحد وعيبغي شي واحد راه هو بالكيران كيبغيه، لانه علاش؟ حيت بالكيران يقدر يفرط في اي واحد الا في الملك. علاش؟ دابا اللي ما يعرفنش الناس شخصيه عبد الاله بالكيران هو داعيه اكثر منه سياسي. الشي بالكيران داعيه مهووس بمشروعه الديني، مشروعوس. خصومات بالكيران مع من كتلقاها على اللي قاصلو ما هو ديني. الرضا اش كتلقى ديما مع وهبي كيتصارع، لان كيتلاقاه علاقات رضائيه كيدخل فيه الاسره مع الشجار الارث مع امين ابو عياش، هو صراعاته كلها اساسها ديني. هو عنده برنامج، هو علاش قوي على هذا الفاعل، هو عنده برنامج خدام عليه. اللي عنده مشروع ديني شنو هي الضمانه لحمايه؟ هو السلطان، هو امير المؤمنين هو يحتاج لامير المؤمنين للحمايه ديال الدين. لهذا هو كيدافع على قوه، هو لهذا كيقوي الملكيه، حيت هو كيعتبر اكثر ضمانه لحمايه الاسلام ومشروعه هو الملك. هو عارفه من كده، لهذا ملي كيدافع الملك يدافع عليه بقوه وباستماته، لانه هو الناصر من بعد الله عز وجل لمشروعه الديني. راه بن كيران ما كينافقش كما كيتصور مع قوم الملك، لا. اسمع الملك يخاطب بن كيران، قال له: وإذ نطلب منك إبلاغ عبارات تقديرنا لعضوات وأعضاء حزب العدالة والتنمية متمنين تشبتكم الراسخ والمعهود. الشي الملك اش كيتمن؟ تشبت.
كمل هم ولا كم؟ هم او كم؟ قال له كم بن كيران معاهم، ما قالوش تشبتهم بيجيديون وعزلوا، لا، متمنين تشبتكم الراسخ والمعهود. تسمع عباره المعهود يعني دائما باش بمقدسات الامه وثوابتها وحرصكم. اسمع قال له ابن كيران انت والبيجيديين حريصين حرصكم الدؤوب، اسمع العباره، على خدمه المصالح العليا للوطن التي تسمو فوق كل اعتبار. قال له شي نتوما كتدافعوا على مصالح البلاد كتسموا على كل اعتبار، واخا عندكم اعتبارات ولا عندكم شي روابط بشي ما نعرف الملك ما يدخلش فيهم، قال لهم ولكن انتم كتغلبوا المصالح العليا ديال البلاد على ديك الروابط ولا على شي حاجه اللي توهم عباد الله. هذا جلاله الملك يشيد بحرص ويتمن كيتمن تشبت بن كيران بالمقدسات. واش قال الا بن كيران؟ يخاطب المؤسسه. دابا جلاله الملك ما كيدخلش في الاحزاب مزيان ويدير المجاملات مع نزار مع دابا بعيدا عن النوايا ديال القصر واللي هي كنفترضوا فيها ماشي باقتداء جازم بانه هذيك الصواب تيدير مع الاحزاب، عايزين نخرجوا من هذا الشيء القصر بعضياتنا ونناقشوا. دابا هذا المؤتمر اللي جاب بن كيران هو الاحرار. شكون هو اخنوش؟ منين جا؟ دابا اخنوش منين جا؟ في كان في الحركه الشعبيه دخل الاحرار خرجت شكون ما عرف شنو هو سياسيا اش يشيد به. الا جينا نناقشوا واحد الملك شي يدير الصواب نحتكموا على نزار بركه. عاموس ما دارش الحزب ديالو، عاموس خارج الشرعيه الدستوريه قال بن كيران خلى حزبه خارج الشرعيه القانونيه الدستوريه. بن كيران جا ملاوط ملي عرفنا بي جي دي هو البي جي دي وبوت وطلعت شويه بشويه وطلع وهود. فاطمه الزهراء المنصوريه راه ناقشوها هي عاوتاني منين جات؟ ثلاثه حزب عنده ثلاثه وفين هو الثالث؟ طاروا به. وشكون اللي قايد الحزب دابا؟ وشكون اللي؟ واش سمير كودار؟ واش هي؟ واش بن سعيد؟ واش الاخر؟ واش شي واحد اخر؟ واش وراه البي جي دي باين بغيتي ولا كرهتي. دابا الدوله المغربيه تحير بن كيران ولا في البي جي دي؟ الدوله كون بغات تحيد عنده الاحسان ما تحير فيها ولا تحيد النهج الديمقراطي ولا راه الدوله محتاجه البي جي دي ومحتاجه لبن كيران والبي جي ديون محتاجه لبن كيران. السبع مزيان للغابه والغابه مزيانه للسبع. الدوله اش باغيه؟ الدوله عارفه دابا خصك عرفتي شحال من ربح عند الدوله مع بن كيران مع البي جي دي. اولا هما داخل العمليه السياسيه قدام العالم والداخل. رساله للداخل كاع دوك الاسلاميين بغيتوا توصلوا السلطه بحال خوتكم ها انتم الداخل كاع مره وتجرب الخارج هما معنا في السلطه. انا ما غنمشي لا اتجاه مصر ولا اتجاه الغنوشي ولا اتجاه قيس سعيد. تجربه المغرب فريده مع الاسلاميين وماشي تجربه الجزائر خنقوهم مره قتلوهم يقدر ينفجر لك الوضع في اي لحظه. ثانيا بن كيران النقاش السياسي كاين كيحرك حيد بن كيران نديروك وطلع شي واحد اخر. دابا نهضر واحد الهضره واخا نتوما ما كانت انا البي جي دي دابا عطيوني دابا مع احترامي دابا راه كاين حتى منطق. حنا انا نقول لكم واحد القضيه الشيء انا رايي الشخصي نبغي بوانو انا نبغي وجه جديد. ولكن الثقافه ديال العشاب وها جديد راه كاين احزاب هو عرشان عصغيور عبد الصمد فين هو عنده شي سميه ياك شاب بوه لا اثر له الحزب. راه كاين احزاب تيقودها شكون هو هذا؟ شحال من احزاب ما كاع ما عارفه تيسوق قودها الشاب اولا كتقودها امراه مثلا ما حتى لا ما كنقصدش الاستاذه نبيله مولي بحق نبيله بقات شابين عام. راه ما نبقاوش نناقشوا ديك انثى اولا شعب ويقدر يكون راجل كبير ما عندنا ما نديرو فيه ما يدار من الناحيه السياسيه منوض داك اش دير. وابن كيران راه كيخلق لك حياه عباد الله بغيتي ولا كرهتي خالق لك حياه سياسيه. عيط راجل كبير خصو يتقاعد خصو يتقاعد ولكن بعض المره ما عندكش خلاف اش دير تعطيه لواحد صغير عام من ناحيه الديكور يقتل لك الحزب. والمؤتمر سيدو نفسي ياك المؤتمر بغاه اش ندير لهم؟ علاش هما اختاروه؟ لاسباب عده. قال لا في ذاك البلوكاج مناعه قويه عنده خطابه شعبي. ثم حاجه اختاروه كي حدث التطبيع موقفه من التطبيع اللي خداه مع القضيه الفلسطينيه ماشي معناه هما ضد الدوله لا الدوله عندها اختياراتها الدوله عندها اكراهاتها والشعب والاحزاب عندهم وهذا هو المغرب. انا اعتقد اساسا صوتوا عليه الى جانب موقفه لا ومن ذاك البلوكاج زيد هذه العمليه ديال التطبيع لعب الدور. يعني بان هو عارف يستثمر في ديال التطبيع والاسره وخدا معاليك وخدا دابا حزب الاحرار كاين شي نقاش فيه الاستقلال. عاموس الاستاذ القانون الدستوري عاموس بلا شرعيه وجالس كتعطي به المثال عاموس خارج وتعطينا فاش بالبام فاطمه حزب البام شحال من واحد كاين متابعين في الفساد شحال من رئيس جماعه شحال من واحد في المخدرات كاين شي واحد في المخدرات في البي جي دي كاين شي واحد متابع في المخدرات في البي جي دي كاين شي واحد مشدود في الفساد الملك ملك جميع المغاربه. بكل رد عليكم شي هذه الفقره الاخرى والله خاصها تتعلق في كاع هاد الاعداء ديال
اعداء التنوع المغربي. قال لك وإذ نطلب منك ابلاغ عبارات تقديرنا لعضوات واعضاء حزب العداله متمنين تشبثكم الراسخ والمعهود بمقدسات الامه وحرصكم الدائم على خدمه المصالح العليا للوطن التي تسمى فوق الكالكولات. والملك اعترف لهم بانهم كيخدموا المصالح العليا اللي فوق كل اعتبار.